السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الثاني، التراث الثقافي لسكان بلدنا، صفحة 34 و35. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. هتلاقي عندك برضو في أسفل الفيديو في الوصف تحت حل تدريبات من امتحانات المحافظات، وكمان حل الاختبار على الدرس. السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. 1. المورد الأساسي للاقتصاد في 1 سيوة هو التمور والزيتون. يبقى المورد الأساسي للاقتصاد في 1 سيوة هو التمور والزيتون. 2. أشهر الآلات الموسيقية التي يستخدمها سكان مدن القناة هي آلة السمسمية. يبقى سكان القناة بيستخدموا الآلات الموسيقية زي آلة السمسمية. 3. فن مصري أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي فن التحطيب. يبقى فن التحطيب هو فن مصري أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي. 4. رياضة تراثية يشتهر بها سكان سيناء سباق الهجن. يبقى سباق الهجن ديت رياضة تراثية يشتهر بها سكان سيناء. 5. يقع متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا. يبقى يقع متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا. 2. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. يتشابه سكان سيناء مع سكان 1 سيوة في اللهجة. خطأ، لأن سكان سيناء بيتكلموا باللهجة العربية الفصحى، أما سكان 1 سيوة فبيتكلموا باللغة الأمازيغية. 2. تنتشر السياحة في 1 سيوة في شهر أكتوبر. صواب، السياحة في 1 سيوة بتبقى في شهر أكتوبر، عيد حصاد التمور والزيتون. 3. يشتهر سكان مدن القناة برقصة البمبوطية. صواب، ومدن القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية. 4. يرجع فن التحطيب إلى المصريين القدماء. صواب. 5. يقع متحف النوبة في محافظة الأقصر. خطأ، متحف النوبة في محافظة أسوان. يبقى متحف النوبة في محافظة أسوان. 6. اعتاد سكان محافظة شمال سيناء على إنشاد السيرة الهلالية على أصوات الربابة. خطأ، لأن اعتاد سكان الصعيد محافظات الصعيد على إنشاد السيرة الهلالية على أصوات الربابة. 7. الفنون الشعبية جزء من التراث الثقافي والهوية المصرية. صواب. 8. يساعد تنوع التراث الثقافي المصري على زيادة الدخل المصري. برضو صواب، تنوع التراث ده بيساعد على زيادة الدخل القومي وتنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب. 9. لعبت اللغة النوبية دورا مهما في حرب 6 أكتوبر 1973. صواب. 10. ينتشر فن التحطيب بين سكان الوجه البحري. ديت خطأ، لأن فن التحطيب بين سكان الوجه الإبلي. يبقى ينتشر فن التحطيب بين سكان الوجه الإبلي اللي هو الصعيد. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. إحدى المحافظات التي ينتشر فيها الفن الموجود في الصورة، ده فن التحطيب، وفن التحطيب منتشر في محافظات الوجه الإبلي، وطبعا الأقصر هي من محافظات الوجه الإبلي. 2. عيد السياحة في 1 سيوة يوافق عيد حصاد التمور والزيتون. يبقى عيد السياحة في 1 سيوة يوافق عيد حصاد التمور والزيتون. 3. أي من المحافظات التالية يشتهر سكانها بالعزف على آلة السمسمية. السمسمية يبقى مدن القناة. من هنا مدن القناة 3: بورسعيد، إسماعيلية، والسويس. يبقى محافظة السويس. 4. اللغة التي استخدمها الجيش المصري كشفرة في أثناء حرب أكتوبر هي لغة أهل النوبة. يبقى استخدم الجيش المصري اللغة النوبية كشفرة في أثناء حرب أكتوبر. 5. تنتشر سباقات الإبل في سيناء. يبقى سباقات الهجن اللي هي الإبل في سيناء. 6. ناقش المصريون القدماء فن التحطيب على جدران معبد الكرنك بالأقصر. يبقى معبد الكرنك
في الأقصر. 7. يشتهر سكان واحد سيوة بالتحدث بلهجة مشتقة من اللغة الأمازيغية. يبقى اللغة الأمازيغية بيشتهر بها سكان واحد سيوة. 8. محافظة يشتهر سكانها بإنشاد السيرة الهلالية. السيرة الهلالية محافظات الوجه الإبلي. طيب من هنا محافظات الوجه الإبلي محافظة قنا. 4. صوب ما تحته خط. 1. يوجد نقش على جدران معبد الكرنك يعبر عن فن البمبوطية، يعبر عن فن التحطيب. يبقى يوجد نقش على جدران معبد الكرنك يعبر عن فن التحطيب. 2. تميل لهجة أهل سيناء إلى اللغة المصرية القديمة إلى اللغة العربية الفصحى. يبقى لهجة أهل سيناء بتميل إلى اللغة العربية الفصحى. 3. اللغة التي لعبت دورا مهما في انتصار حرب أكتوبر 1973 هي اليونانية، هي اللغة النوبية. يبقى اللغة النوبية لعبت دورا مهما في انتصارات حرب أكتوبر 1973. 4. تقام سباقات الإبل في الصعيد في سيناء. يبقى تقام سباقات الإبل في سيناء. 5. يشتهر أهل الصعيد بالعزف على آلة السمسمية، بالعزف على آلة الربابة. يبقى بالعزف على آلة الربابة. 5. يكتب ما تشير إليه كل عبارة. 1. رقصة شعبية يشتهر بها سكان مدن القناة البمبوطية. يبقى البمبوطية هي رقصة شعبية يشتهر بها سكان مدن القناة. 2. أحد الفنون الشعبية الشهيرة بالصعيد وترجع أصوله للمصريين القدماء، فن التحطيب. يبقى التحطيب هو أحد الفنون الشعبية الشهيرة بالصعيد وترجع أصوله للمصريين القدماء. 3. لغة لعبت دورا مهما في انتصار حرب أكتوبر 1973 اللغة النوبية. يبقى اللغة النوبية لعبت دورا مهما في انتصار حرب أكتوبر 1973. 4. رياضة تراثية شهيرة تتسابق فيها الإبل ويحضرها العديد من الوفود العربية، سباق الهجن. يبقى سباق الهجن ديت رياضة تراثية شهيرة تتسابق فيها الإبل. 5. آلة موسيقية تشتهر بعزفها سكان مدن القناة آلة السمسمية. يبقى آلة السمسمية هي آلة موسيقية يشتهر بعزفها سكان مدن القناة. 6. فن شعبي شهير يرويه سكان الصعيد بالعزف على الربابة السيرة الهلالية. يبقى السيرة الهلالية هي فن شعبي شهير يرويه سكان الصعيد بالعزف على الربابة. 6. بما تفسر. 1. إنشاء متحف النوبة في أسوان لعرض تاريخ الحضارة النوبية العريقة. يبقى لعرض تاريخ الحضارة النوبية العريقة. 2. اهتمام أهل سيناء بسباق الهجن لأن سباق الهجن يسهم في تنشيط السياحة. يبقى لأن سباق الهجن يسهم في تنشيط السياحة حيث يحضرها العديد من الوفود العربية للمشاركة في السباق. يبقى يحضرها العديد من الوفود العربية للمشاركة في السباق. 3. إنشاء متحف السيرة الهلالية للحفاظ على التراث الثقافي المصري. يبقى للحفاظ على التراث الثقافي المصري. 7. قارن بين 1. سكان مدن القناة وسكان الصعيد من حيث الفنون الشعبية لكل منهما. اكتب بقى عندك، هتلاقي الكتابة ظهر عندك. سكان مدن القناة. يشتهر سكان مدن القناة بالغناء على عزف آلة السمسمية ورقصة البمبوطية الشعبية الفولكلورية. 2. سكان مدن القناة. يشتهر سكان مدن القناة بالغناء على عزف آلة السمسمية ورقصة البمبوطية الشعبية الفولكلورية. أما سكان الصعيد فيشتهر سكان الصعيد بإنشاد السيرة الهلالية على لسان الراوي وهو يعزف على الربابة وفن التحطيب كإحدى وسائل الترفيه. يبقى يشتهر سكان الصعيد بإنشاد السيرة الهلالية على لسان الراوي وهو يعزف على الربابة وفن التحطيب كإحدى وسائل الترفيه. 2. سكان واحد سيوة وسيناء من حيث اللهجات المنتشرة في كل منهما. سكان واحد سيوة يتميزون بلهجة خاصة مشتقة من اللغة الأمازيغية المنتشرة في بلاد المغرب العربي. 2. سكان واحد سيوة يتميزون بلهجة خاصة مشتقة من اللغة الأمازيغية المنتشرة في بلاد المغرب العربي. أما سكان سيناء فتميل لهجات قبائل بدو سيناء إلى اللغة العربية الفصحى. يبقى لهجة أهل سيناء بتميل إلى اللغة العربية الفصحى.
8. دلل على صحة العبارات التالية. 1. اللغة النوبية لها دور عظيم في انتصار أكتوبر 1973. هقول له استخدمها الجيش المصري كشفرة للتواصل بين قياداته والفرق العسكرية المصرية أثناء حرب أكتوبر. يبقى الدليل استخدمها الجيش المصري كشفرة للتواصل بين قياداته والفرق العسكرية المصرية أثناء حرب أكتوبر. 2. فن التحطيب له أصول مصرية عريقة، حيث يوجد على جدران معبد الكرنك في الأقصر لوحة منقوشة تمثل الإله حورس وهو يعلم الملك أمنحتب الثالث التحطيب. 2. حيث يوجد على حائط معبد الكرنك في الأقصر لوحة منقوشة تمثل الإله حورس وهو يعلم الملك أمنحتب الثالث التحطيب. 9. أجب عما يلي. 1. ما المقصود بالتراث الثقافي؟ التراث الثقافي هو كل ما تركه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وفنون شعبية وصناعات حرفية وقيم وتقاليد اجتماعية. تاني، التراث الثقافي كل ما تركه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وفنون شعبية وصناعات حرفية وقيم وتقاليد اجتماعية. 2. حدد 2 من الفنون الشعبية الشهيرة في محافظات الوجه الإبلي. من الفنون الشعبية الشهيرة في محافظات الوجه الإبلي إنشاد السيرة الهلالية والعزف على الربابة. يبقى إنشاد السيرة الهلالية والعزف على الربابة. 3. وضح أحد جهود الدولة في الحفاظ على تراث صعيد مصر. هقول له أنشأت الدولة متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا للحفاظ على هذا التراث. يبقى أنشأت الدولة متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا للحفاظ على هذا التراث. 4. ماذا كان سيحدث إذا كان التراث الثقافي في مصر متشابها؟ سوف يتشابه السكان في العادات والتقاليد والصناعات الحرفية والفنون الشعبية. يبقى سوف يتشابه السكان في العادات والتقاليد الاجتماعية والصناعات الحرفية والفنون الشعبية، ولم يتنوع التراث الثقافي في مصر. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الثاني. وما تنساش تتابع معانا حل الاختبار، هتلاقيه عندك في الوصف تحت. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.